سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حديثي اسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والإعزاز والاحترام على مجموعة شباب في حب مصر، أو شباب في حب المنشأة الكبارى، أو شباب حريص على إدخال البهجة والفرحة لأبنائنا الطلبة المتفوقين من حفظة القرآن الكريم. فلكم كل التقدير والاحترام. الفريق المنظم لهذا الحفل الطيب بقيادة الأستاذ الدكتور مجدي الرفاعي، فلهم جميعا خالص تقديري واحترامي وإعزازي. الأمر الآخر، باسمي وباسم معالي النائب محمد جمالي وباسم المنصة الكريمة للأساتذة والدكاترة والشخصيات العامة الموجودة والآباء المحترمين والأجداد، طبعا بنتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام للبراعم المحترمة الطيبة اللي حفظت كتاب ربنا، وربنا يفتح عليهم جميعا. وعايز اقول لهم ان انتوا ان شاء الله عصب المجتمع في المرحله الجايه، وانتوا اعمده هذه الدوله المصريه، وانتوا ان شاء الله يبقى منكم الدكاتره والمهندسين والمعلمين والساده الضباط والمحامين والنخب المحترمه في المجتمع لرفع شان مصرنا الحبيبه. فلهم كل التقدير والاحترام. وطبعا ما ننساش الدور المهم اللي نوه عنه معالي النائب، وهو دور عاصمات مصر اللي هي الأمة المصرية. الأمة المصرية اللي لها دور دائم لإنشاء جيل محترم. الأمة المصرية اللي بتتحمل الكتير عشان تربي وتعلم وتبني. النهارده لها كل